تخيلي انك ماشية في الشارع وفجأة تلاقي شاب وسيم جدا لابس شيك، دراعه متجبس او ماسك عكاز وشايل كتب كتير، شكله غلبان ومحتاج مساعدة. هتعملي ايه؟ اكيد قلبك هيحن وهتقول اساعده. اهو الحنية دي كانت تذكرة ذهاب بلا عودة ل30 بنت ويمكن اكتر. النهاردة احنا مش بنتكلم عن مجرم عادي، احنا بنتكلم عن تيد باندي، الراجل اللي خلى امريكا كلها تترعب من الوسامة، الوحش اللي كان بيقتل الصبح وبالليل يروح يحضر اجتماعات سياسة او يذاكر قانون. ازاي طالب متفوق وباحث اجتماعي يتحول لأشرس قاتل متسلسل في التاريخ؟ وايه السر اللي اكتشفه في طفولته وقلب حياته الجحيم؟ جهز قهوتك وركز معايا عشان احنا داخلين رحلة في عقل سايكوباتي من الطراز الأول. الحكاية بدأت في 1946 بكذبة. تيد عاش طول عمره فاكر ان جده وجدته هم ابوه وامه، وان امه الحقيقية هي اخته الكبيرة. متخيل الصدمة لما تكتشف وانت مراهق ان اختك هي اللي خلفتك من علاقة غير شرعية، وان امك هي جدتك. الشرخ ده في طفولته عمل له عقدة نقص رهيبة. كان دايما حاسس انه ابن حرام وملوش اصل. ده غير ان جده اللي كان فاكره ابوه كان راجل عنيف جدا وسادي. تيد كان طفل انطوائي بيحب يتفرج على صور السكاكين والدم في المجلات، ومن هنا بدأت البذرة تكبر. تيد ما كانش بيعرف يتعامل مع الناس، فقرر انه يمثل انه طبيعي. بدأ يدرس الشخصيات، يتعلم ازاي يبتسم، ازاي يتكلم، لدرجة انه بقى ممثل عبقري في حياته العادية. وفي الجامعة تيد حب بنت اسمها ستيفاني، كانت غنية جميلة ومن عيلة كبيرة. شاف فيها الكمال اللي هو محتاجه عشان يداري نقصه، لكن ستيفاني سابته، قالت له انت ما عندكش طموح ومش مناسب ليا. ومن هنا الوحش اللي جواه صحي. بدل ما يكتئب قرر ينتقم من نوعية ستيفاني كلها، وراح غير حياته. بقى متفوق في دراسته للقانون ودخل في العمل السياسي، وبقى تقريبا نسخة مثالية من الشاب اللي ستيفاني كانت بتتمناه. وفعلا رجع لها وخلاها تحبه بجنون وتتمنى يتجوزها. وفي عز ما هي دايبة فيه راح رميها بكل برود وقاطع علاقته بيها. تيد هنا حس بلذة السيطرة، انه يقدر يكسر اي حد. ومن اللحظة دي القتل ما بقاش مجرد جريمة، بقى ادمان. تيد ما كانش بيقتل وخلاص، ده كان فنان في الاستدراج. كان يروح للجامعات بيتظاهر انه مصاب في رجله او ايده، ويطلب من البنات يساعدوه يشيل الكتب لعربية الفولكس فاجن الشهيرة. وبمجرد ما البنت تقرب منه يروح ضاربها بآلة حادة على دماغها ويخطفها. تيد كان نيكروفيليا، يعني كان بيستمتع بالتعامل مع الجثث بعد الموت. كان ممكن يقتل الضحية ويرجع لمكان الجثة كذا مرة، يمشط شعرها ويحط لها مكياج. رعبه وصل لولايات كتير: واشنطن، يوتا، كولورادو. كان بيسوق لمسافات رهيبة عشان يرمي الجثث في الغابات. الغريب ان تيد كان بيشتغل في خط ساخن لمساعدة المقبلين على الانتحار. متخيلين السخرية؟ القاتل المتسلسل بيقنع الناس ما يموتوش بالليل ويخرج يقتل الصبح. في وسط كل الدم ده تيد كان عنده حبيبة مخلصة اسمها إليزابيث. الست دي عاشت معاه سنين، كانت بتشوف في بيته حاجات غريبة: مفاتيح كتير، سكاكين، وملابس نسائية.
بلغت عنه الشرطة كذا مرة، بس تيد كان بيعرف يقنعها انه بريء بلسانه الحلو. الأغرب انه هو في السجن بيتحاكم على جرايمه اتجوز واحدة تانية اسمها كارول آن بون. كارول كانت مؤمنة ببراءته لدرجة انها خلفت منه بنت وهي بتزوره في السجن. تخيلوا، الراجل اللي بيقطع رؤوس البنات كان بيقعد مع بنته ويلعب معاها في الزيارات، وكان بيمثل دور الأب الحنين ببراعة تخوف. باندي هرب من السجن مرتين، مرة نط من شباك المكتبة، ومرة حفر فتحة في سقف الزنزانة وخس حوالي 10 كيلو عشان يقدر يعدي منها. لما اتمسك في فلوريدا وهو بيعمل الهجوم الأخير على سكن الطالبات، العالم كله عرف وش تيد الحقيقي. وفي المحاكمة تيد رفض المحامين وقرر يدافع عن نفسه. كان بيلبس نظارته ويناقش الشهود بذكاء وبرود يحرق الدم. كان بيتعامل مع المحاكمة كأنها عرض مسرحي، بس اللي وقعه كانت بصمة سنانه. عض واحدة من الضحايا، والبصمة دي كانت الدليل الوحيد اللي مقدرش يهرب منه. قبل ما يتعدم بالكرسي الكهربائي في سنة 1989، تيد باندي اعترف ب30 جريمة، وفي آخر لحظاته كان خايف جدا وبيعيط زي الأطفال. الجمهور بره السجن كانوا عاملين حفلة، بيشربوا وبيرقصوا ومستنيين خبر موته بفارغ الصبر. قصة تيد باندي بتعلمنا إن الشيطان مش لازم يكون شكله وحش أو يخوف. الشيطان ممكن يكون لابس بدلة غالية، بيتكلم بلباقة ومبتسم في وشك. تيد كان ثقب أسود في تاريخ البشرية، مجرد وحش حب نفسه لدرجة إنه لغى حياة الكل.